اللهم يا رب بارك، سألوا الله البركة يا أحباب، سألوا الله البركة. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأقواتنا وقواتنا. والآن الشعب السوري مع هذا الغلا والبلا وتسلط الأعداء لا ينقذه من أهوال الغلاء إلا البركة، إلا البركة. فإذا نزلت البركة يا خطيب فلا تخافن. وين هذا صاحبك الصعب السهل اللي بركة بركة، هو يطعم ويرعى. الله شرفه خدمة هذا الشيخ الولي الصالح الشيخ حسان، قال لي ربي يبارك 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 يبارك. يبارك، بروح بيجي وياتي بالاشخاص من بيوتهم للدرس رايح جاي. الله الله، قال لي دائما البنزين خزان البنزين ممتلئ ممتلئ ابدا. اقرباؤه يبيعون من الفول والحمص اضعاف 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 ما يبيع. هو يبيع عشر ما يبيعون، وربي يبارك له ويستره. يقول له طيب من أين أنت اشتريت بيتا لك وبيتا لولدك؟ قال له اتق الله، أنت تعلم أنك تبيع أكثر مني ب10 مرات. إنها البركة. البركة. الباعة يشكون من الغاز، بكل 20 يوما يأخذون الغاز من عند الحكومة مرة واحدة، هو في 20 يوم يأخذ مرتين. كيف يأخذ مرة؟ أبدا، تأتي رسالة، كل الناس تأتيهم رسالة ب20 يوم مرة يعطونا 4 أناني غاز. هي شو بسموها صناعية، يا صناعي نعم. إلا هو بتأتي مرتين. حتى بائع الغاز يقول له كيف أنا ما بدي أعطيك؟ قال ليه ما تعطي؟ أنت بيت أبيك ما تعطي؟ قال له بدي راقب أنا الموضوع الرسالة. رجع وحسب، قال له والله رسالة رسمية. طب كيف غيرك تأتي بال20 يوم مرة أنت بتأتيك مرتين؟ هذه اسمها بركة. هذه اسمها بركة. قلت لكم منذ 40 سنة كان شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم رضي الله عنه يدرس في ثانوية ابن الأثير. يا أبو حفص ما شاء الله، ما أنه أبو حفص من الفأس الجديد بس سمعان مني. يا سيدي نعم، أنت درس فيها؟ الله أكبر، هالشي ما شاء الله طلعت من النوابغ الحمد لله. نعم يا سيدي. الحاصل قال له طبيب، مو طبيب، أستاذ رياضيات نصراني، قال له كم درس خاص عندك في الأسبوع؟ قال عندي قرابة 50-60 درسا لغة عربية. قال له كم تأخذ عليها؟ قال لا أخذ شيئا، نحن مشايخ ادرس ما نأخذ عليها. قالوا كيف تعيش؟ قال تعال اذهب إلى بيتي. المعاش كان تلك أيام قرابة 3000 ليرة سورية. قال له هذا النصراني أنا بدرس دروس خاصة من 40 سنة ب22,000، ومعاش الدولة 3 صار 25,000، وبآخر الشهر عليه ديون. كيف تعيش مع زوجك وأولادك ب3,000؟ قال له تعال اذهب معي حتى أريك كيف عندي بيت وعندي مطبخ وأكل وشرب وزوجة وأولاد ونكتسي. قال أنا ما فهمت كيف. قال نحن عندنا في إسلامنا شيء اسمه البركة. قال ما هذه البركة؟ قال جعل القليل كثيرا. قال له كيف يكون؟ قال له هذا الذي لا تؤمنون به أنتم. جعل القليل كثيرا، جعل القليل كثير. بركة بركة. مثل هذا صاحبك الحمصي في وين؟ قول معي، حاكي لك القصة. لبنان يا فهمي، بالبريدة بالقسيم، هذا من جماعة الأحباب الدعوة والتبليغ. أنا زرته، عنده مضافة خاصة للضيوف، يأكلون ويشربون وينامون عنده. ضيوف يذهبون، ضيوف بتعرفوا دول الأحباب دائما بسفر خروج في سبيل الله 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، بعضهم أكثر من ذلك. وعنده زوجتان وعنده أولاد وعنده ومعاشه 3000 ريال. المدرسون السعوديون كل واحد يأخذ 15,000 ريال بشكل دائم. هؤلاء السعوديون يستقرضون منه المال. قل والله أعطينا ما عند مال، أقرضنا أقرضنا أقرضنا. هو يأخذ 3000 وهم قد ايه؟ 15,000، وهم دائما يستقرضون منه. مثل هذه المرأة الصالحة، نسأل الله أن يشفيها. قولوا آمين. اللهم اشفيها بشفاء.
وداويها بدواك يا رب، اشفيها وعافية، اشفيها وعافية، واشفي ابنتها في المشفى في الحاضنة يا رب، اشفيها وعافية، اشفيها وعافية يا رب، كرامة للسيدة فاطمة الزهراء. أنا سميتها فاطمة الزهراء كرامة للسيدة فاطمة الزهراء، تعافي لها، عافينا فاطمة الزهراء يا رب، عافي أمها يا رب، مرضى المسلمين. كذلك يعني أبوها يعطيها، أي نعم، يعطيها ويعطي إخوتها، كل واحد مثلا خرجية مثل ما بيسموا أهل الشام 100 ليرة مثلا، تلك الأيام بالأسبوع تأخذ 100 ليرة، كل واحد يأخذ 100 100 100 بشكل دائم، معها آلاف الليرات، وبشكل دائم إخوتها يستقرضون منها، وأمها تستقرض منها، ومعها المال الكثير. من أين؟ بركة. بركة. نسأل الله أن يبارك لنا يا رب، يا رب، يا رب بارك لنا في أوقاتنا وأقواتنا وقواتنا يا رب، يا رب، كرامة للنبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بارك في أزواجنا وذرياتنا وأحبابنا، بارك لنا في علمنا يا رب، في أخواننا، بارك في المسلمين أجمعين. بركة، البركة. الله الله الله. وهذا الشيخ الذي ذكرت لك، شيخ مرات ذكرت لكم، يا أبا حفص بدك تعطيني تحكي مثل الشيخ مازن، تحكي عن دوزان. شوف الشيخ مازن فهمان، ما تذكر بإساكة سلم، انت بتحكي أطشو بياع العوام تاكل قتل. الشيخ الأردني شيخ حازم أبو غزالة، أنا زرته في عمان. شيخ حازم أبو غزالة رضي الله عنه، لا عنده وظيفة ولا عنده عقار ولا عنده مصنع ولا عنده أبدا. عنده من النساء على عصمته 4 والمطلقات 3 7. من الأولاد عنده 30 ولدا أبدا. عنده 7 حجرات، بسميه حجرات، مبنى كبير هكذا فيه 7 نسوان ومعهن أولادهن، وعنده مدرسة القرآن وعنده. سألت ولده قلت له من أين ينفق على هؤلاء؟ قال والله احنا ما نعلم إلا جزدانا، هذا محفظة هذه صغيرة مثل التي كانت تحملها جدتي وجدتك، لها سحاب هكذا. يأتيه الأولاد 7 نسوان أبدا، بسم الله الرحمن الرحيم، أعطي هذا 10 دنانير وهذا 10 دنانير وهذا، كل يوم يلا بسم الله. مدرسة قرآن، عندهم سيارات وطعام وشراب، يلا بسم الله بسم الله بسم الله. قال ما نعلم إلا هذا الجزء، محفظة صغيرة ويخرج منها الدنانير الأردنية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بركة. والله مرة أفطرنا عنده، وين الشيخ الرحال الله يرضى عنه، شو ذهبنا إلى العمرة، نزلنا عنده في ليلة القدر، ليلة 27 من رمضان، كان معي ابني وهذا صاحبك أبو أنس، شو سيدي عميش. أفطرنا عنده في المدرسة كبيرة، والله عنده ما عنده جايب كيلو بندورة وكيلو خيار، والله عنده هناك في المدرسة صبرة هكذا، كوم صبرة كبيرة كلها من البندورة ومن الخيار ومن البرتقال، وأكوام هكذا صبر، يشهد الله ويطعم ويطعم ويطعم، رضي الله عنه وارضاه. إنها البركة، إنها البركة. نسأل الله أن لا يحرمنا منها يا رب، يا رب اجعله قليل كثيرا. هلا الشعب السوري، الصالحون من الشعب السوري كلهم يعيشون على هذا، يعيشون على البركة. عنده زوجة وعنده أولاد وعنده معاشه يتقاضى من المعاش 200,000 ليرة سوري، يعني $50. غيره مصروفه 1000 و2000 دولار و3000 دولار، وبعضهم بيصرف في الشهر 5000 و10,000 دولار، وهذا يعيش على $50. والله مرة واحد في الإمارات سألني قديش بتاخذوا معاشات انتم؟ والله شو سيدي، والله ذكرت وقتها كان معاش بمقدار 200 درهم، 200 درهم، هم يأخذون 6000 درهم. كان بهذيك الأيام يعني كان الليرة السوري بعز كان 200، أما هلا قديش بيساوي؟
90 درهم هلا صار. شو زي ابدا. قال لي والله عجبه كيف تعيشون؟ احنا هون 6000 و7 و8 ومنع دروس قرآن، دورة قرآن تجينا سندة بعضهم 3000 درهم، وبيت مجاني وكهرباء وماء وكله مجاني، كيف تعيشون؟ قال الله على البركة. خلاص ستر ما مضى يستر ايه ما بقى. والله ما نفكر به. ايش كيف تفكر بهذا؟ ما يعني اذا اردت ان تفكر بهذا مخك بطق هذا. خلاص وفي السماء رزقكم وما توعدون. انتهى الموضوع. رزق ربي تكفل وهو اصدق القائلين. امنا وصدقنا. هو ابدا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ايه من حيث لا يحتسب. خلاص كما قال الامام الغزالي هناك ايه اسباب كثيرة للرزق خفية. جلنا وقف مع هذا السبب الظاهر. يقول له أنا موظف هذا معاشي. يقول له امرأته اشتري لنا كذا، يقول في أول الشهر. ولده يقول أول الشهر. ما عنده يقين إلا بهذا السبب الظاهر. ذاك لا أكثر موظفين أكلين هوا في بلادنا، ما يعتمد إلا إيه على راتبه. وين هذا أحد الدعاة في السعودية جوزيدي والله نسيت اسمه. الحاصل كان دارس دراسات غير شرعية وتوظف وظيفة عالية هناك في أمريكا، يعني يأخذ 20-30 ألف دولار وكذا. الحاصل عم يكلم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، قال له الحمد لله ربي من علي وكذا أخذ هذا المبلغ الكبير. فقال له الشيخ عبد الفتاح أبو غدة اسمع، قال له هذا الآن المعاش الشهري هذا يضعف اليقين. قال له هذا يضعف ايه يقين. ليه؟ ركن قلبك الى هذا، يضعف هذا اليقين. خلاص يقيننا بالله. وين هذا الحبال الله يرضى عنه، واحد سأله قال له قديش تقبض بالشهر؟ قال له كل يوم الله بيرزقنا. يا حبيبي اسلم لي الروح تبعه. لكن الله ما بيضيمه، الله ما بيضيمه. قال له كل يوم الله بيرزق. يا عم تسألني شو تاخذ بالشهر؟ قال له كل يوم الله بيرزق. خلاص إذا كان الطير كل يوم، عصفور أنت مؤمن مكرم عند الله، عصفور كل يوم عم يطعم ربي عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا. طب أنت ابن آدم ينساك؟ حاشاه سبحانه وتعالى. قال ومرة أهل الجيش أطعمهم من تمر يسير ساقته بنت بشير في يدها حمل التمر وأطعم أهل الجيش. فأكلوا كلهم حتى شبعوا من ذلك وفضل لهم. الله أكبر. بنت تحمل في يدها تمرا أطعمت الجيش وشبعوا. اسمع الرواية يقول حتى شبعوا من ذلك ايه وفضل، يعني زاد. ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا أفضل ماء في الدنيا وفي الآخرة ما هو؟ الماء الذي نبع من بين أصابعه، أفضل من زمزم وأفضل من الكوثر. ويقالوا ما قال أفضل مياه الذي نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. ونبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام فشرب أهل العسكر كلهم وهم عطاش وتوضأوا أيضا كمان من قدح صغير ضاق أن يبسط عليه الصلاة والسلام يده فيه. ضاق يعني أن يبسط يده ضاق يعني ثناء أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى إيه يعني نزلت في هذا القدح. سقى الكل وتوضأ الكل
كل هذه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. قال: وأهراق عليه الصلاة والسلام وضوءه في عين تبوك ولا ماء فيه. ما هو الوضوء؟ الماء الذي يتوضأ به يسمى وضوءا. سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي: خذ هذا الدواء مجاني وهو مجرب. هكذا يقول سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي، يقول وهو مجرب. قال: كنت إذا أصابني ألم في بطني أتوضأ ثم ما زاد من هذا فضل الوضوء أشربه على نية الشفاء فيحصل لي الشفاء. دواء مجرب، لكن بده يكون عندك ايه؟ يقين. هلا ما بالناس ضعف اليقين. هلا بجيب له ماء بيقول لك والله هذا شو سيدي مختومه ولا مو مختومه، من بقين ولا غير بقين ولا ايه. بعض الناس يصل الى زمزم في مكة، زمزم امامه ويشتري مياه الصحة هي من الفنادق المختومة ولا يطمئن قلبه لزمزم. الله وين اليقين؟ زمزم طعام طعم وشفاء سقم. مسألة ايه؟ مسألة يقين. نحن ضعف يقين، ضعف يقين. نحن حسبنا الله ونعم الوكيل. لا توكي فيوكى عليك ولا تحصي فيحصى عليك. لا تحسب سمعان. والله كل ما سجلت شغل اليوم دفعنا هون 200 ليرة وهون 200 ليرة. لا تفعل هذا. الشيطان بيقول لك شوف الورقة كلها شو سي انت انفرد. لا خلاص، بسم الله البركة، والله عز وجل يبارك. بدي ايدك شو سيدي على البراد وطالع، يلا بسم الله. نعم. وقد فني الشعير بعد كيله. بعد كيله، فني انتهى بعد ايه؟ بعد كيله. نعم، لأن كيله مناف للتسليم. مناف للتسليم. أما أهل التسليم الحمد لله بده شو البركة. كنا نسمع من قديم شوف يعمل لك بركة. قديش في عنا البركة، كله يقول ايه؟ بركة بركة بركة. وكان يعيشون في البركة وسترهم الله يأكلون ويطعمون ويوزعون ويزيد عندهم الشيء ايه؟ كثير. نحن نسأل الله السلامة. الزمن الذي وصلنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون. مع هذا الآن الملتزم بالطاعة والعبادة والشكر والإنفاق والذكر عايش الآن في البركة. كثير من عائلات في سوريا وغيرها تعيش ايه؟ في البركة. هذا صاحبك قال لي والله 5 أشهر 6 أشهر جرة الغاز تبقى عندي. قال لي والله السكر الذي يأكله الناس بأسبوع، قال لي والله عدة أشهر نأكله. مو تقول بخيل، كريم وزع على جيرانه، يوزع يوزع يوزع. وأنا رأيت بعيني وإخوانه هناك واحد صاحبه هذا هشام جمعة قال لي ما رأيت أكرم منه هذا. قال لي ما رأيت أكرم منه أبدا، ما رأيته أكرم. قال لي كل شيء. يعني هذا مسافر لمكة، قال له خذ والله هي السجادة هلا أنت مسافر تصلي عليها، وخذها ترمسة الشاي وهي كذا. نعم. قال لي بعد ما نمشي بيقول له وهبتكم قولوا قبلتوا. كل الأغراض لا ترجع لي السجادة والترمسة. قال لي بيعطينا صحون بيعطينا كاسات كمان. هذا أبو الخير شو سيدي غسلوه عنده وأعطوه غيار أواعي وثياب. يلا بسم الله. درويش اسمه أهل تسليم، أهل بيت النبوة. أهل بيت النبوة. بيجي واحد شحيح معه مليارات، إذا عارك قميص شو سيدي بيقول له ابعث لي بالبريد ودير بالك عليه، ودير بالك عليها أنت وماشي ما ينشأ وما. اللهم قنا شح أنفسنا. نعم يا سيدي. قال من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام القليل. الله أكبر. من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عن السيد المكي الكتاني مشهور هذا، في حادثة مشهورة في بيت سحم. جاء نعم صنعوا طعاما لقرابة 20-40 شخصا، فجاء وقتها أكثر من 200 أو 300 شخص مشهورة هناك. قال لهذا أبو قاسم الغوش صاحب البيت قال له لا تأتي بشيء من الطعام غير الذي صنعته فقط. قال له يا سيدي، قال له أبدا. قم أنت يا فاتح. أمر السيد فاتح الثاني اذهب إلى برمة الطعام
قل بسم الله وصب يا الله، وجعلوا يصبون ويطعمون. أكل قرابة 300 شخص. قال يلا وزع على الجيران، وزع وزع وزع. لما مشوا كشفوا عن البرمة كأنها لم ينقص منها شيء. مشهورة هذه، مشهورة. أنا في عرفات رأيت هذا سنة 83 أبدا. صنعوا طعاما للحجاج، كنا قرابة 50 شخصا، طنجرة رز وطنجرة بامية وقتها، يعني شيء يكفي قريب 50 شخصا. شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم قال للحجاج، لأن الطعام طعامهم وهو بيخدمهم بوجه الله، قال لهم ما رأيكم أن نطعم من حولنا حول الخيمة؟ قالوا بسم الله. حول الخيمة قرابة 50 شخصا وأكثر. والله يا جماعة خير، صبوا كل واحد يعطونا بصحنة مطعم، نصفه رز ونصفه بامي، بأصحون بلاستيك وملاعق بلاستيك. أطعموا الكل، ثم أطعموا الحجاج، ثم زاد منها طعام. وهذا كثير. الله لا يخلينا من البركة. الله يرضى عن الشيخ صاحبك الشيخ اسماعيل طرابلسي، زرته؟ ايه روح زوره. تعرف تروح على البرتغال، ما بتعرف تروح هون على الضنية زيارة ولي أولياء الله. نعم الله يرضى عنه. أنا حدثني هذا درويش، وينه الله يرضى عنه، شيخ درويش، كان في دار الحديث، قال زرنا والله، صنع لنا إبريقة من الشاي شيخ اسماعيل طرابلسي. صبوا انتهى الإبريق. جاء جماعة آخرون فقال له، قال له صب، قال له خلاص إبريق، قال له اعصره. والله الشيخ اسماعيل يمسك إبريق هيك يعصره تطلع كاسة، يرد كت 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 كت. قال لي والله بعد ما انتهى الإبريق سقى الكل، وهو على كل شيء قدير. بركة بركة. يعني أنا سمعت من شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم يقول لي غير مسلم أنتم لا تؤمنون بهذا. مسألة من قرابة 40 سنة كان يدرس شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم ثانوية ابن الأثير. الحاصل أستاذ الرياضيات نصراني سأله، قال له كم درس نعم خاص عندك في الأسبوع؟ قال له عندي قرابة 60 درسا للشيخ عبد الفتاح. قال له كم تأخذ أجرة هالدروس؟ قال له لا أخذ شيء، احنا المشايخ دروس المساجد كلها ما بناخذ شيء لوجه الله تعالى. نعم. قال له كيف أنت تعيش؟ قال له الحمد لله. كان معاشه وأديك أيام قرابة 3000 ليرة سورية. قال له كيف تأكل وتشرب؟ قال له والله تعال أخذك إلى البيت، عندي زوجة وأولاد يأكلون ويكتسون. قال له أنا ما عم بفهم. قال له أنا عندي دروس بالشهر في تلك الأيام ب22,000 من 40 سنة، ومعاش الدولة 3000، قد صاروا 25,000. قال له وعلي ديون في آخر الشهر بالديان، كيف أنت تعيش ب3,000 ليرة سورية؟ فقال له شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم الله يرضى عنه، قال له احنا عندنا شيء نعم أنتم لا تؤمنون به. قال ما هو؟ نعم. قال له البركة. قال له ايش معنى البركة؟ نعم. قال له ايش معنى البركة؟ قال له جعل القليل كثيرا. جعل القليل كثير. قال له هذا لا يمكن. قال له هذا الذي لا تؤمنون به بركة. فهذا قال له أنتم لا تؤمنون به. فأما الآن تعيش مع مسلمين الآن ويستغربون بيسمعها. شوف هذا بلش يصور لما سمع البركة من شغلة غريبة، الآن بلش يصور لك صور وانشر. أبدا أنشر هذا بركة. صاحبنا هذا صاحب الحمصي، حمصي في بلد شو اسمها حل مساكنين بريدة بقصيم. واحد حمصي أستاذ مدرسة من جماعة الدعوة والتبليغ، معاشه 3,000 ريال، والأساتذة اللي من السعودية معاشهم 15,000 ريال. أبدا دائما هؤلاء السعوديون يستقرضون المال من هذا الحمصي. الله عجب. يقولون طيب كيف نحن معاشنا 15,000 ما بكفينا، أنت 3,000 رجل كريم. يعني أهل الدعوة والتبليغ اللي يحبون إطعام عنده جناح خاص للضيوف، يعني بيته عنده هناك جناح خاص للضيوف، ينامون عنده ويأكلون ويشربون، وعنده أولاد وفي الجامعات، وعنده يمكن عنده غير زوجة كذلك زوجة أخرى. طب ما السر؟ بركة. فنسأل الله أن يبارك. قولوا اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا،
وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أقواتنا، وبارك لنا في قواتنا، وبارك لنا في وقودنا.